طيب، إذن ما زال الكلام في المقدمة التي كتبها الشيخ في حرمة وتحريم التساهل في الفتوى. قد قال رحمه الله في أول بيت منها: ولم يجوز تساهل في الفتوى، بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. وعرفتم أن هذا البيت واختصار لما ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه آداب المفتي والمستفتي. وأعطانا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أمثلة لمثل هذه الفتاوى التي قد تكون من باب التسهيل لأشخاص معينين، وقد مثل لنا بما قام به يحيى بن محمد بن لبابة للحاكم الأندلسي، حيث خالف المذهب مذهب مالك وأخذ بقول خارج المذهب، كل هذا ليحقق مصلحة ذلك الحاكم. ويعطينا بعد ذلك الشاطبي مثال آخر، وهو إذن ذلك ترخيص لمن يروم نفعه، الآن ربما التشديد في من لا يرى فيه مصلحة أو لا يرى فيه منفعة مباشرة، فربما أفتاه بما هو شديد. فقال لنا الشاطبي رحمه الله ممثلا طبعا أمثلة من الواقع الذي حدث للفقهاء والمفتين في الأندلس وغيرهم. فيقول الإمام أبو إسحاق رحمه الله: من أمثلة الفتوى لمن يسخط عليه وتغير الفتوى للعارف ما نقله الشاطبي من حكاية ذكرها الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى. يقول الباجي في كتاب، شوفوا قال الشاطبي: وذكر الباجي في كتاب التبيين لسنن المهتدين أو سنن المهتدين، هكذا في مطبوعة الشاطبي في الموافقات. وربما المقصود كتاب آخر للإمام الباجي، ربما التشابه في الأسماء جعل النساخ يخلطون في قراءة المخطوط، والله أعلم. طبعا الشاطبي له كتاب وهو مطبوع في مجلدات، وتجدونه في الشبكة العنكبوتية، عنوانه سنن الصالحين وسنن العابدين، وموجود PDF تجدونه، طبعته دار ابن حزم. وهذا بعيد أن تكون القصة مذكورة فيه، وقد بحثت لم أجد القصة مذكورة فيه. ربما يقصد هنا كتاب آخر للشاطبي هو التبيين لمسائل المهتدين، التبيين لمسائل المهتدين، وليس التبيين لسنن المهتدين، الله أعلم. لماذا قلت التبيين لمسائل المهتدين؟ لأن هذا الكتاب اختصار لكتاب آخر اسمه فروق الفقهاء. فهذه القصة المذكورة هنا هي مظنة أن تكون في هذا الكتاب، التبيين لمسائل المهتدين. أما العنوان الآخر التبيين لسنن المهتدين أو سنن المهتدين، فربما أظن والعلم عند الله أنه وقع خطأ عند الطباعة أو عند نسخ المخطوطة. المهم، ماذا يقول الباجي رحمه الله؟ قال الشاطبي: وذكر الباجي في كتاب التبيين لسنن أو سنن المهتدين حكاية أخرى في أثناء كلامه في معنى هذه المسألة، يعني في الفتوى لمن يرام نفعه أو ربما يسخط عليه. قال: ولقد حدثني يعني الباجي هناك من أخبره بالقصة، ولقد حدثني من أوثقه أنه اقترى جزءا من أرض على الإشاعة، أرض مشاعة، فاقترى جزءا
منها مشاعة أي لم تقسم، مشاعة أي لم تقسم. إذا شخص اقترض جزءا من الأرض المشاعة وبقي الجزء الآخر، فجاء رجل آخر واقترض ذلك القسم الآخر المشاع، ثم إن رجلا آخر اقترى باقي الأرض، فأراد المقتري الأول أن يأخذ بالشفعة، يقول ما دمت أنا اقتريت الجزء الأول قبل الثاني فأطالب بالبقية بحق الشفعة. فأراد المقتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد، طلب أن يأخذ بحق الشفعة فيأخذ الأرض كلها المشاعة، أن يأخذ الأرض كلها المشاعة بحق الشفعة، وسافر. ولما نظر القضاة في المسألة والفقهاء فأفتي المقتري الثاني، بماذا؟ بإحدى الروايتين عن مالك ألا شفعة في الإجارات، الشفعة تكون في الشراء والبيع ولا تكون في الإجارة. هذه إحدى الروايات عن مالك، لكن ليست هي المشهورة وليست هي التي عليه الفتوى. قال لي، يعني قال ذلك الشخص للباجي وهو المقتري الأول، إذن قال طالب بعدما اقترى القطعة الأولى، طالب بالقطعة الثانية بحق الشفعة وسافر. أثناء سفره حكم القضاة للثاني الذي اقترى القسم الثاني، فلما جاء المقتري الأول قال للباجي ما الذي حدث معه؟ قال فوردت من سفري فسألت أولئك الفقهاء، يعني كيف حكمتم بهذا؟ كيف حكمتم بهذا الحكم؟ وهو خلاف المشهور. فسألت أولئك الفقهاء وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في الدين، قال لا أطعن لا في علمهم ولا في دينهم، لكن كيف حكمتم بهذا؟ فسألت أولئك الفقهاء عن مسألتي، شوفوا، فقالوا، هنا موضع الشاهد، فقالوا ما علمنا أنها لك. يعني لما جاءنا السؤال ما كنا نعلم أن الذي طالب بالشفعة هو أنت، إذ كانت لك أخذنا لك برواية أشهر عن مالك. ما دمت هو صاحبه إذن سنغير الفتوى ونجعلها موافقة لطلبك، ما دمت أنت من طلبت أنت نعرفك. قال ما علمنا أنها لك، إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية أشهر عن مالك بالشفعة فيها. قال فأفتاني جميعهم بالشفعة فقضي لي بها. قال الباجي رحمه الله تعليقا على هذه الواقعة وعلى صنيع أولئك الفقهاء: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها، يعني يحلف ويريد كيف هل هناك مخرج يتخلص من هذه اليمين، كاليوم كالطلاق. اليوم كثير من مسائل الطلاق ربما يأتي المستفتي ويبحث عن مخرج لما وقع فيه. قال الباجي: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، لا بأس، يرون أنه لا بأس في ذلك. قال إذن الباجي رحمه الله معلقا على هذه القصة: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة. قال: ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي. لو أن هؤلاء المفتين كانوا صارمين في الفتوى واضحين لا يغيرون بسبب المستفتين لما احتجنا لمثل هذه الوقائع ولما احتجنا أن نبرر الفتاوى. إذن قال لابد أن يكون المفتي صارما مع المستفتين ولا تتغير الفتوى بسبب تغير الأشخاص الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. وهذا مما قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ
أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق. إذا لاحظ الباجي ينقل الإجماع أن المفتي لا يفتي إلا بما يراه صوابا، ولا يتساهل لا مع من يريد نفعهم ولا مع من يجهل أمرهم، إنما الفتوى تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت مستأمن على نقل الفتوى، فلا تفتي إلا بما تظن ويغلب ظنك أنه شرع الله وأنه حكم الله وأنه دين الله سبحانه وتعالى. رضي بذلك من رضيه وسخط من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، الآية. فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة. وهذه لصداقة مهمة لنفهم أن الفتوى قد تتغير من شخص لشخص للظروف المختلفة والأسباب المختلفة، وليس لأنه هذا صديقي وهذا ليس صديقي. صحيح قد يفتى شخص بفتوى ويفتى آخر بفتوى أخرى رغم التشابه، ولكن الفيصل في التفريق الفتوى ليس الصداقة والمعرفة، وإنما لظروف وملابسات تختلف من المستفتي الأول عن المستفتي الثاني. طيب إذن أعيد قصة الباجي. قصة الباجي ملخصها أن شخص جاءه وأخبره بواقعة حدثت له، أنه اكترى جزء من أرض مشاعة يعني غير مقسومة، واكترى شخص ثاني قطع الجزء المتبقي. فلما علم المكتري الأول طالب بأن يأخذ كل الأرض بحق الشفعة، هذا مستأجر القسم الأول المشاع، إذن من حقه أن لا يؤجر شخصا ثاني حتى يأذنه، وهو قال أنا أريد أن أخذها كلها بشفعتي. ورفع الأمر للمفتي وسافر، وأثناء سفره أفتى المفتون للثاني بناء على قول آخر غير معتمد في المذهب، وهو أن لا حق بالشفعة في الإيجارات، وإنما الحق بالشفعة في البيع والشراء. ولما رجع المكتري الأول وعلم بهذه الفتوى ذهب المفتي قال لهم يعني كيف أفتيتم بهذا؟ ده غير مذهب مالك. فلما رأوه عرفوا، قال ما كنا نعلم أن الفتوى لك، لو كنا نعلم أن الفتوى لك لأفتيناك بأن الشفعة كما تكون في البيع تكون في الإجارة. فأخبر هذا الشخص الإمام الباجي بما حدث معه وبينه وبين المفتين، فأجاب الباجي رحمه الله معلقا بأن هذا من تساهل المفتين. المفتي ينبغي أن يكون فتواه واضحة لا تتغير بتغير هذا أعرفه وهذا لا أعرفه، لأن هذا حكم يخبر به ونيابة عن الله تعالى في التوقيع عنه. ولو كان المفتون يعني صارمون في هذا لما كانت يعني المستفتون يدورون بين المفتين يقول لعلي أجيد لعلي، فينبغي أن يكون المفتي صارما واضحا في هذا. لو عرف الناس ذلك لما كثر التلاعب ولما كثر الدوران بين المفتين. قال الباجي يعني بعدما ذكر القصة: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به، يعني لما طلب الفقهاء بمثل هذه البحث عن الرخص ولا طلبوه مني ولا من سواي. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه الحق. المفتي يفتي بناء على أن هذا الذي أراه الصواب، وهذا الذي أراه حق، وهذا الذي أراه شرع الله، فكيف يفتي بما لا يراه شرع الله؟ قال هذا لا يسوغ ولا يحل.
فيفتي بما يراه الحق، ولا المستفتي قبل لم يقبل رضي لم يرضى، فهذا ليست مسؤوليتي. مسؤوليتي تبليغ الحكم كما أعلمه. قال رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، أي حكم به الله وأوجبه جل جلاله. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الآية. فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة؟ إذن صحيح قد تتغير الفتوى من شخص لشخص، ولكن بسبب ملابسات وظروف تختلف من شخص إلى شخص، وليس للصداقة والمعرفة والوساطة والقرابة. لا، الحكم لا يتغير بسبب الصلات بين المفتي والمستفتي، وإنما يتغير بحسب الظرف الذي لهذا المستفتي والمستفتي الثاني. لذلك نبه الباجي على ذلك. قال: فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة تكون بينهما، أو غير ذلك من الأغراض. وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق، فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه. وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته. قال الشاطبي: هذا ما ذكره، يعني ما ذكره الباجي في كتابه التبيين، وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا. وهذا ما بدأنا فيه: يحرم التساهل في الفتوى. القصة هذه طبعا مشهورة ويمثل بها العلماء كثيرا، قصة الباجي. لكن الباجي كما سبق نص الشاطبي ينقلها عن صديق له حدثت معه. بعض العلماء من مذاهب أخرى ينقلون القصة وكأنها حدثت مع الباجي نفسه، يعني هو الذي اكترى ثم أخبر فحابوه لأنه عالم معروف هكذا يعني. لكن الحقيقة ليس كذلك. حقا الباجي أخبره بالقصة شخص آخر وقعت معه. فمثلا من الذين نقلوا القصة كأنها حدثت للباجي أحد كبار فقهاء الحنفية، وهو الإمام قاسم ابن قطلبغة، من كبار فقهاء الحنفية في القرن التاسع، توفي سنة 879 هجرية. فقد ذكر في كتابه التصحيح والترجيح على متن القدوري، مختصر في الفقه الحنفي، فابن قطلبغة وضع عليه شرحا ومطبوع، فذكر في المقدمة كلاما جيدا عن موضوع التساهل في الفتوى، وربما أنقل لكم نصا أو نصين منهم. فلما ذكر قصة الباجي ذكرها كأنها حدثت له. شوفوا قال ابن قطلبغة قال: وحكى الباجي أنه وقعت له واقعة فأفتي فيها بما يضره، فلما سألهم قالوا: ما علمنا بأنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده. قال الباجي: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين، ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز. إذن هذا يعني ربما وصلت القصة إلى الإمام ابن قطلبغة محرفة، ولذلك نسبها للباجي رحمه الله تعالى. إذن الفتوى بناء على معرفتنا بالناس ومراعاة الصداقات والمعارف، وهذا لا يصلح، بل من عرف بهذا ربما تكون هذه مثلبة وطعن في دينه. شوفوا شو يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام وتصرفات القاضي والإمام، مشددا في النكير على من عرف بمثلها من غير فتوى بحسب الأشخاص والعلاقات. قال الباجي: مشددا
النكير على من عرف بهذا. قال: ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمر، حكام وأصحاب الأموال وأصحاب الوجاهة، والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. هذا لا يصلح ولا يليق ولا يجوز. شوفوا يقول القرافي: وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين. من يفعل هذا هذه صفته. بل يقول قرافي: ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه. من يفعل هذا قلبه فارغ من تعظيم الله، بل وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق. نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين. هذا الكلام ذكره الإمام القرافي في الإحكام ونقله عنه ابن فرحون في تبصرة الحكام. إذن هذا موضوع خطير، أن يتلون وتتغير الفتوى بسبب الأشخاص بحسب المعارف. شوفوا قال لكم قرافي: هذا فسوق في الدين، ويدل على أن القلب فارغ من تعظيم الله، بل هو مملوء بحب الدنيا وحب التعرف على الناس والتعلق بمطامع وحب الرياسة والتقرب إليه. ويزيد هذا المعنى كذلك الإمام ابن الصلاح مشددا على من عرف بهذا. يقول ابن الصلاح في أدب المفتي: وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة لا تتبع الحيل المحظورة أو ذكرها، ذكرنا في حسن واضح، والتمسك بالشبه طالبا للترخيص على من يروم نفعه أو التغليل على من يريد ضره. يقول ابن الصلاح: ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه. ومن فعل هذا فقد هان عليه، أن معنى احتقم للدين في قلبه. هذا اللي في قلبه هو الناس ومصلحته والتقرب إليهم وغير ذلك. قال: نسأل الله تعالى العافية والعفو. إذن من أسباب التساهل في الفتوى كما قال ابن الصلاح أن يريد الإنسان أن ينفع بالفتوى من يعرفه، أو يريد أن يضر من لا يعرفه، أو من بينه وبينهم خصومة. وأكد لنا هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وأعطانا مثال للقضيتين. وربما يكون سبب التساهل في الفتوى المدح والإطراء الذي يتقدم به المستفتي للمفتي: أنت عالم وأنت جليل وأنت ما شاء الله فقيه المدينة ومفتي الأمة. فربما هذا الإطراء يجعله يتساهل في الفتوى ويتسرع وليتثبت. وقد نبه العلماء لهذا: إياك أن تغتر بمدح الناس وثنائهم فتتساهل وتتسرع في الفتوى. وحدث هذا مع الإمام الكبير سحنون رحمه الله صاحب المدونة. انظروا إلى ما حدث معه وإلى الكلام الذي فيه العبرة الذي قاله للمستفتي لما مدحه وأطرع عليه وظن أنه بهذا الإطراء سيفتي له ويتسرع، وهو درس لمن يبتلى بالفتوى. قال سحنون في القصة: قالوا: أتى رجل من منطقة اسمها سطفورة فسأل سحنون عن مسألة فلم يجبه، يعني يريد أن يتروى وأن يتأكد ويتحقق، فتردد عليه، يعني ضل يجيه وش الجواب هل وصلت هل لم تصل. والفتوى كما سبق ليس عبز يتيح، يعني شيء قهوة بريس، لا، هذه مراجعة وفكر ودراسة وملابسات فتردد عليه فقال له، يعني هذا المستفتي لسحنون، فقال له: أصلحك الله، مسألتي في 3 أيام، يعني 3 أيام وأنت تبحث وكل يوم نجيك ولم تعطيني الجواب. فقال له سحنون: وما أصنع لك؟ وش ندير لك؟ ما حيلتي في مسألتك؟ ما ليش الجواب، ما زلت أبحث. قال سحنون لهذا: وما أصنع لك؟ ما حيلتي في مسألتك؟ نازلة معضلة، يعني قضيتك مش سهلة، صعيبة، وفيها أقاويل العلماء،
وأنا أتخير في ذلك، يعني نبحث لك أين الخير لك. فقال له ذلك الرجل: أنت أصلح لكل معضلة، يعني ما تحتاج، أنت عالم، أنت كل معضلة تزول على يديك، كل مسألة معقدة تنكشف على يديك. يعني شوف، يمدح سحنون رحمه الله، وسحنون أهل لأن يمدح، ولكن العالم العاقل والرباني لا يطرب ولا تدغدغه مثل هذه الثناءات، فهو يرى رقابة الله عليه ويقيم وزنا لمساءلة الله له، مساءلة الله أكثر من هذا المدح وهذا الإطراء. فقال له: أنت أصلح لكل معضلة. فأجابه سحنون: هيهات يا ابن أخي، هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. يعني أنت العالم، يعني تظن بأن بهذا الكلام يعني أورط نفسي في فتوى يحاسبني الله تعالى عليها؟ هل بمدحك هذا سأغتر وأتساهل وألقي لك الجواب سريعا حتى تقول والله هذا عالم لا توقفه المسائل ولا يتردد ولا تشكل عليه؟ قال له: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف. يا سلام، العالم الرباني قال: ما أكثر ما لا أعرف. إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، يعني اصبر لعلي أجد لك جواب. إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت غيري فامضي. يعني تحب تسأل غيري، روح، أنا مانيش رابطك ولا لا تسأل إلا إياه، لا، روح، يعني تريح وتستريح كما يقولون. وإن أردت غيري فامضي، تجاب عن ساعة إن شاء الله. فأجابه ذلك الرجل فقال: إنما جئت إليك لا أبتغي غيرك، أنا جئت ليك حوز جواب منك، يعني بلوى نزلها ربي على سحنون رحمه الله تعالى. فقال سبحانه: فاصبر عافاك الله. ثم بعد ذلك أجابه رحمه الله تعالى: فالمفتي دوما يرى أنه يخبر عن الله فيخاف. قال ابن المنكدر: الفقيه الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله وبين عباده، فلينظر بما يدخل. وقال قتادة لمالك بن دينار: أتدري فيما أنت في أي علم وقعت؟ قمت بين يدي الله وبين عباده فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. قال النووي: ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وأخذ ابن القيم هذا الأمر وجعله عنوانا لكتابه الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين وعباده المرسلين. طبعا سيعود النابغة رحمه الله تعالى للكلام عن صفات المفتي وشروطه في المبحث الأخير، في المبحث العاشر الذي عنوانه خاتمة في أقل أوصاف المفتي في هذه الأزمنة. وهناك إن شاء الله ربما نعود لبعض الصفات المطلوبة في المفتي. ثم قال الشيخ رحمه الله: بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. إذن أولا قال يحرم التساهل، وأكد أنه يحرم أمر آخر وهو أن يفتي إلا بالقوي. يحرم أن يفتي المفتي إلا بما هو قوي. طبعا قوي في نظره كما سبق، ما يقدرش يرى أن هذا الحق ويفتي بغيره. بل تحرم الفتوى بغير الأقوى، طبعا هذا الشطر مأخوذ كما سبق في غالبه من نور البصر للإمام الهلالي، فهو نظم قول الهلالي رحمه الله: فاعلم أنه لا يجوز الفتوى ولا الحكم بالمرجوح. قال الهلالي: فاعلم أنه لا يجوز الفتوى ولا الحكم بالمرجوح، وهو شامل للشاذ والضعيف بالإجماع، حكاه القرافي في غير موضع. إذن يحرم الفتوى بغير الأقوى، هذا محل اتفاق كما ذكر الهلالي في نور البصر، ونقله عن عدد من القرافي وغيرهم. مثلا يقول القرافي: وأما غيرهما، يعني المجتهد المطلق وأهل الترجيح، وأما غيرهما فمحجر عليه الحكم بغير المشهور أو الراجح أو ما به العمل، ممنوع يفتي بغيره.
يفتي بغير المجتهد الذي يملك الترجيح. وقال الإمام الحطاب في مواهب الجليل: والذي يفتى به هو المشهور والراجح، ولا تجوز الفتوى ولا الحكم، يعني القضاء، ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا بغير الراجح. نصوص واضحة من علماء المذهب رحمهم الله تعالى. قد طرح الإمام القرافي تساؤلا هنا في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. قال: السؤال، تعرفون كتاب الإحكام هذا مجرد مجموعة أسئلة ويجيب عنها القرافي رحمه الله تعالى، ومطبوع في مجلد حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وهو متوفر في الأسواق ورقيق، وموجود كذلك في صورة في شبكة العنكبوت PDF. قال القرافي: هل يجب على الحاكم ألا يحكم إلا بالراجح؟ الحاكم هنا طبعا يقصد القاضي ومثله المفتي كما سيذكر. هل يجب على الحاكم ألا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب على المجتهد ألا يفتي إلا بالراجح عنده، أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده؟ هذا السؤال. الجواب: قال القرافي: إن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا، مش مجتهد، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده. ما دام أنت مقلد فتفتي بما هو المشهور، ولو أنت في داخلك مش مقتنع به، لكن المشهور هو المعتمد في المذهب فأنت تفتي به. أما لو كان مجتهد له أهلية الترجيح فعندها لا يجوز أن يفتي إلا بما هو راجح عنده، مقلدا في رجحانه القول المحكوم به عند إمامه الذي يقلده في الفتوى. طبعا ودل على هذا نصوص كثير من العلماء في الحقيقة، ليس فقط هذا كلام القرافي. مثلا يقول ابن عرفة: لا يعتبر من أحكام قضاة العصر ومثلهم المفتون إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة. وقال الإمام العقباني هو طبعا من كبار فقهاء الإنسان في القرن التاسع رحمه الله تعالى، أبو الفضل قاسم العقباني، قال: ينظر في الحكم الذي عدل عن المشهور إلى الشاذ، فإن حكم به لمظنة أنه المشهور، يظن بالمشهور وتبين أنه ليس المشهور، قال: نقض حكمه. وإن حكم به مع العلم بأنه الشاذ إلا أنه ترجح عنده، قال: فإن كان من أهل النظر ممن يدرك الراجح والمرجوح وهذا يعز وجوده، يعني هذا قليل. لكن لنفرض أنه وجدنا إنسان هو من أهل الترجيح، فماذا عليه؟ قال: إن كان من أهل الترجيح مضى حكمه، يقضى بحكمه ولو كان خلاف المشهور لأنه من أهل الترجيح. وإن لم يكن من العلم بهذه المنزلة، يعني مش من أهل الترجيح ولا، قال: وإن لم يكن من هذه المنزلة وأفتى ولا قضى بغير المشهور، قال: زجر عن موافقة مثل هذا، وينبغي أن يؤخر عن القضاء، يعني بعده أصلا عن القضاء، وأن يؤخر عن القضاء إن لم ينزجر، فإن الإمام الذي قدمه والذي قدم للحكم بينهم إنما يرضون منه الحكم بالمشهور. وقال كذلك الإمام العقباني رحمه الله: لا ينبغي لمفت أن يفتي فيما علم المشهور فيه إلا بالمشهور. وكذلك حكام زماننا، حتى القضاة في عصره يقول ينبغي أن يفعلوا هذا، على لأنهم ليسوا من أهل الترجيح، فالترجيح منزلة يعني يندر ويعز وجودها حتى في العصور المتقدمة. فقد قال المازري، يعني مثلنا الآن بأحد كبار العلماء، المازري الذي يوصف بأنه بلغ ربما درجة الاجتهاد، ومع ذلك كان متقيد بالمشهور ولا يخرج عليه. فقد قال المازري وهو في العلم هنالك، يعني وصل إلى درجة الاجتهاد، قال المازري: ما أفتيت قط بغير المشهور. قال العقباني: وإذا كان المازري وهو في طبقة الاجتهاد لا يخرج عن الفتوى بالمشهور ولا يرضى حمل الناس على خلافه، فكيف يصح لمن يقصر عن تلامذته، يعني الناس أقل من تلامذة المازري ويرجح؟ إذا المازري وما أدرك كان يتقيد بالمشهور، فكيف بمن هم لا يصلون إلى درجة طلابه رحمه الله؟ فكيف يصح لمن يقصر عن تلامذته
أن يحمل الناس على الشاذ، هذا مما لا ينبغي. وكذلك في فتاوى الإمام أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي شيخ بجاية، الوغليسي معروف له متن من غير ذلك، يقول ما نصه: لا تكن ممن يتقلد غير المشهور، لا تكن ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيا من السلف والخلف، فلتعمل على جادة أئمة المذهب واحذر مخالفتهم. وقد قال المازري: لا أفتي بغير المشهور ولا أحمل الناس على غيره. وقد قل الورع والتحفظ على الديانة، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه بغير بصيرة، ولو فتح لهم باب في مخالفة مشهور المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتك حجاب المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها، وهذا في زمانه، فانظر في أي زمان أنت. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: انظر كيف لم يستجز هذا الإمام العالم، يعني عن المازري، وهو المتفق على إمامته وجلالته في الفتوى بغير المشهور مذهب، يعني أنه كان لا يفتي بغير المشهور، بل كان يفتي بالمشهور فقط، ولا بغير ما عرف منه، أي ما عرف من المذهب، بناء على قاعدة مصلحية ضرورية، وهي المحافظة على المجتمع والمحافظة على وحدة المجتمع، إلى أن قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى، والعياذ بالله تعالى. فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب، بل جميع المذاهب، لأن ما وجب لشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة. إذن هذه النصوص كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، فإنه لا بد أن يتقيد الإنسان بالراجح والمشهور ولا يغير بذلك، وخاصة إذا عرف في المجتمع، في بلاد مثلا أن هذه البلاد تمشي على المذهب الفلاني، فالإفتاء بغير هذا قد يسبب فتن وقد يسبب أضرار كثيرة. وقد جاء سؤال في هذا، وقد أتيت في بعض ما قيدت، يقول اسمه الشيخ عليشي فتح العلي المالك، أن سؤال أن الفتى بغير مشهور ماذا في حق المقلد؟ الصرف لا تجوز. قال: فما حكم الفتى بغير مذهب مالك لمن هذه صفته من مقلد مالك وأصحابه من أهل المغرب والأندلس؟ يعني الآن يسأل يجاب سؤال الإمام عليش: الإنسان المقلد اللي ما عندوش قدرة على الترجيح، فكيف هل يجوز له أن يفتي بغير المذهب في بلاد شمال أفريقيا التي هي على مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ يقول في الجواب: قال بعض الشيوخ: فتح الباب بالفتية في إقليمنا بغير مذهب مالك لا يسوغ، وهذا هو الذي فعله سحنون والحارث لما ولي القضاء، فرفع جميع خلف المخالفين ومنع الفتوى بغير مذهب مالك، فيجب على الحاكم المنع والتأديب للمفتي به بحسب حاله بعد نهيه عن ذلك. هذا كله ليستقر المجتمع ويعيشون في تناغم حتى لا يقع النزاع بينهم. ثم قال الإمام عليش: ثم لا يجوز لهذا المقلد أن يفتي إلا بالنص. لكن هذه مسألة مهمة جدا، وهي المفتي طبعا غير المجتهد وغير أهل الترجيح. إذا جاءه سؤال فهل يفتي في نفس المسألة التي ذكرها العلماء ولا يقيس، يعني كما نقولوا مطابقة تماما، أم يمكن أن يعمل عقله ويقيس؟ قل كان تجبل هذيك، يعني إن صح التعبير ما يسمى اليوم بالتخريج لغير المتأهل، إنما هو حافظ المذهب فقط. هل يسوغ هذا؟ لا يسوغ. سنجد أنهم شددوا وقالوا هذا لا يسوغ، شوفوا ايش قال عليش: ثم لا يجوز لهذا المقلد أن يفتي إلا بالنص لا بالنظر والقياس. وقد ورد: من كذب على عالم فكأنما كذب على الرسول، ومن كذب على الرسول فكأنه كذب على الله، ومن كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار. وفي مدخل ابن طلحة ما نصه: وإذا رجع إلى مقلد رجوع اضطرار كرجل يذكر
المسائل كمن يحفظ المدونة والعتبية والواضحة والموازية وما جمع منها كالنواد ونحو ذلك. فإن استفتي مثل هذا فالفرض عليه حافظ المذهب، ما عندوش قدرة على الترجيح والتخريج لكنه حافظ يحفظ المسائل. فإن استفتي مثل هذا فالفرض عليه ألا يفتي في المسألة حتى تنزل حسب ما هي في ديوان من الدواوين، يعني كما جت جواب فيكتب الجواب عنها حاكيا من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف ولا في بساط ولا عرف، فيكون كمن يخرج الوصية من داخل الدار إلى رجل عند الباب، فإذا زاد أو نقص فالفرض عليه السكوت، لأن التقليد فاته والاجتهاد فاته، لا هو من أهل الاجتهاد فيحق له الاجتهاد، ولا هو التزم بالتقليد وهو المقلد، فالمقلد ينقل كما هي ولا يتجاوز مرتبته. وهذا النص كذلك ذكره ابن الصلاح، مش فقط عند المالكي حتى عند ابن المالكي. قال ابن الصلاح: إذا لم يجد مسألة بعينها ونصها مسطورة فلا سبيل له إلى العقل فيها قياسا إلى ما عنده من المسطور، وإن اعتقده من قبيل القياس ولا فارق، لأن القاصر ما عندوش الملكة على الترجيح والتخريج، يسمى قاصر، هذه مواهب رب حامل فكان غير فقيه، لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل منه. وهذا حدث كثير في فتاوى تعرض، هي مثلها، مش مثلها تماما، ليست مثلها أبدا، وقلت لها هي مثلها نفس الحكم، لا. يعني لو أبدأ بالأمثلة الآن ربما يخرجنا الوقت فيها، وأظن ليست مثلها يا أخي، تقيد بنفسها، أما مثل هذه تخريج يحتاج إلى يعني مهارات أخرى ربما ليست عندك، لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل منه، وإنما يتم في حق من عرف موارد الشرع ومصادره. إذا لاحظ هذه كلها نصوص تؤكد أنه ينبغي الاعتماد على ماذا؟ على ما هو راجح في المذهب وما هو مشهور في المذهب، ويكون قد حفظه وأدرك أبعاده واستفتي فيه، عندها يحق له أن يفتي. أما إذا لم يكن متأهلا لهذا ولم يكن يعني من فرسان هذا الأمر، فإنه لا ينبغي عليه أن يورط نفسه، لأن هذا يولي ما باب اتباع الهوى والحكم بغير العلم، وهذا منهي عنه شرعا. ثم قال رحمه الله: وكل عالم بذاك عرفا عن الفتاوى والقضاء صرفا، يعني كل واحد عرف بأنه يتساهل في الفتوى وأنه يفتي بغير الأقوى، هذا ينبغي ماذا؟ عزله عن القضاء ومنعه من الفتوى، لأننا صرنا لا نثق فيما يقول ولا نطمئن لما يفتي به. وكل عالم بذاك عرف بأنه يتساهل، عرف أنه يفتي بغير الأقوى، وكل عالم بذاك عرف عن الفتوى والقضاء، لا يمكن لا من الفتوى ولا من القضاء، صرف أي منع عن هذه المناصب. وهذا الكلام طبعا هو كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ونقله عنه ابن فرح. قال ابن الصلاح: من عرف بالتساوي في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجوز أن يستفتى. وكذلك قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجوز أن يستفتى. وكذلك الحاكم، يعني القاضي كذلك، من عرف بأنه يتساهل ويفتي بغير القضاء وهو ليس من أهل الترجيح ولا من أهل الاجتهاد، فهذا كذلك يمنع من القضاء كما يمنع المفتي كذلك. والشاطبي رحمه الله ذكر لنا قصة في الحقيقة تعبر عن هذا وتؤكد أن العلماء كانوا متشددين في هذا الموضوع. والقصة يذكرها الحافظ بن عبد البر، وقعت ليحيى بن يحيى الليثي، إمام الكبير تلميذ مالك رحمه الله تعالى. شوفوا شو قلنا الشاطبي يقول: وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضي من قضاة قرطبة، قضاة الأندلس، كان كثير الاتباع
ليحيى بن يحيى، كان ديما قد يعني يفعل ويحكم بمثل ما يحكم به يحيى بن يحيى الليثي هو شيخه. طبعا يحيى بن يحيى عالم كبير جليل فقيه محدث قاضي، الولاة والقضاة يرجعون لأمره، وقد سماه مالك عاقل الأندلس لهمته لما كان في مجلس مالك رحمه الله في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وسمع مالك تشويش في الخارج فسأل ما الذي يحدث في الخارج؟ قال لقد جاءوا بالفيل. فأحس مالك أن الطلاب يريدون أن يخرجوا يروا الفيل لم يروه من قبل، فقال لهم اخرجوا يعني روحوا تفرجوا الفيل، لأنه إذا يعني يجلسون في مجلس العلم وعقلهم في الخارج فلا فائدة، فقالوا روحوا يعني رفعوا عن أنفسكم. فخرج الطلاب إلا واحد فكان يحيى بن يحيى الليثي، قال له يا يحيى لماذا لا تخرج تنظر الفيل؟ فقال يحيى مالك يا إمام أنا أتيتك من الأندلس لأسمع منك لا لأرى الفيل. فقال له هذا عاقل الأندلس. إذن يحيى كان يعرف عليه الذكاء والنباهة والتدين منذ كان طالبا، وأعطاه مالك رحمه الله الشيخ العظيم لهذا الطالب، وصفه بهذا الوصف العظيم، قال أنت عاقل الأندلس. إذن يحيى بن يحيى كان كثير من القضاة يحبونه ويعظمونهم هذا القاضي. أن قاضي من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء، لما يرجح ويميل إلى قول يحيى بن يحيى. فوقعت قضية في قرطبة، فأكثر المفتين أفتوا برأي ويحيى أفتى بغير ذلك الرأي، خالفهم وهم خالفوا. إذن فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميع أهل الشورى. أهل الشورى هذا مصطلح يعني كما نقول احنا مجلس يكون فيه العلماء والقضاة، تعرض عليهم القضايا ويصدرون حكم فيختم عليه الخليفة أو الحاكم، تسمى أهل الشورى، تجمع الفقهاء والقضاة يجتمعون مرة في الأسبوع وذلك تعرض عليهم القضايا فيحكمون. ففي أهل الشورى كان يحيى طبعا، فلما طرحت القضية أهل الشورى أفتوا برأي وهو أفتى برأي آخر، فاختلفوا في المسألة، فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميع أهل الشورى، فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم. لما عرضت المسألة على ذاك القاضي الذي يحب يحيى بن يحيى ويتبعه، ووجد أن الأكثر على رأي ويحيى بن يحيى على رأي، فتأخر في إصدار الحكم، لأنه استحى من أولئك الجماعة أن يخالفهم، واستحى أن يفتي بغير رأي شيخ يحيى بن يحيى الليثي. فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم، وردفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى، فصرف يحيى رسوله. إذن تلك القضية الأولى توقف فيها بهذا السبب. فجاءت مسألة أخرى عرضت على يحيى بن يحيى الليثي، مسألة أخرى عرضت على ذلك القاضي، فأرسل ليحيى بن يحيى يسأله ما رأيك في القضية ثانية غير القضية الأولى. القضية الأولى أرجأها لأنه وجد أنه الأكثر على رأيه ويحيى على رأيه. جاءت قضية ثانية فأرسل ليحيى يقول ما رأيك في هذه القضية، وردفته يعني القاضي الذي توقف قضية أخرى كتب بها إلى يحيى، فصرف يحيى رسوله. يعني يحيى قال له ارجع، قال للرسول القاضي ارجع له وقل لا أريد أن أجيبك، وقال له لا أشير عليه بشيء إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه، ما دام ما جاوبش ما افتاش بما حكمت له لا أريد أن أجيبك فليسأل الآخرين. فلما انصرف إليه رسوله، لما رجع لك الرسول القاضي وعرفه بقوله قلق منه، يقول شوف أنت يحيى غضبان عليك بعد ما تزيش يجاوبك، خلاص ما دام روح شوف الآخرين يجاوبك. فقلق هذا قال أنه يحب يحيى ويثيره. فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه وركب من فوره إلى يحيى مباشرة، راح هذا القاضي يحيى بن يحيى يسترضيه، وقال له لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع، يعني ما ظنتش باللي كما حكمت في القضية الفلانية أنك غيرت الحال لهذه الدرجة. وش قالوا؟ وسوف أقضي له غدا إن شاء الله. خلاص دوك هذاك السيد دوك نقضي برأيك في المسألة هذه ونخالف أهل
لأن لاسترضاء لك لأنك قد غضبت. هذا ما قاله القاضي يحيى ابن يحيى الأندلسي الليثي. فماذا كان ردة فعل يحيى؟ انظروا العالم الرباني كيف كان ردة فعله لما شاف هذا القاضي. قال له خلاص تقنعك من فلان ما دمت أنت غضبت عليه في القضية هذه. فقال له يحيى وتفعل ذلك صدقا؟ يعني صح منك صح راح تحكم في القضية الأولى هذيك برأيي لفلان؟ قال نعم. فقال له يحيى الآن بفعلك هذا هيجت غيظي، يعني الآن طلعت الغضب على درجة. الآن هيجت غيظي فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت، لا توقفت ما حكمتش، مستخيرا لله تعالى متخيرا في الأقوال. يعني كي توقفت في المسألة الفلانية ونفسك ذلك تبحث ماشي مراعاة الجانب والطرف. فأما إذا صرت تتبع الهوى وتقضي برضا مخلوق ضعيف فلا خير فيما تجيء به. الله أكبر. قالوا مدام قصة الفتوى إنك ترضيني، قال ما فيك أي خير. سبحان الله. شوف العالم الرباني كيف. فلا خير فيما تجيء به ولا في إن رضيته منك واحتنت له لما أصلحش. إذا قبلت منك هذه تغير الفتوى من أجل وتصل الفتوى من أجل إرضائي، إذا قبلت أنا أسوأ منك. سبحان الله. فاستعف من ذلك فإنه أستر لك. يعني نصحك غير روح استقيل من القضاء، استقيل من قضاء ما دام لطريقتك غير استقيل من القضاء. نصحك لوجه الله استقيل من القضاء. فاستعف من ذلك فإنه أستر لك وإلا رفعت في عزلك. إذا نقدم استقالتك أنا دوك نرفع طلب للخليفة بيعزلك، وإذا سألني عليه نقولوا عليه غير أستر لك وروح استعف. فاستعفى ذلك القاضي فرفع للاستعفاء فرفي وعزل من منصب القضاء. شوفوا رحمة الله على يحيى العالم الرباني الذين لا ينتصرون لأنفسهم ولا لمنزلتهم ولا حبا لمدح الناس. لو كان غيره يقول له بارك الله فيك ما دمت لا، وقالوا لا صار أدور من المعيار في الفتوى. قالوا إذا ما نصلحش أصلا القضاء أنك تتبع الهوى والشهوات والمعارف. ننصحك روح اعتزل وإلا سأطلب أنا عزلك. فمن عرف بذلك على قال لك في البيت عن الفتاوى والقضاء صرفا وكل عالم بذاك عرفا. عن الفتاوى والقضاء صرفا. لماذا نصرفه؟ لأننا لما صار هذا ديدنه واشتهر به وعرف به وصار ديدنا فلا ثقة لنا بقوله ولا أمن لنا في فتواه، لأن المفتي أمين على الشرع وخليفة محمدي ووارث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نشوفوا بهذه منطق طريقة معيار، هذا يقول لا أمانة ولا ثقة لنا فيه. ومن ثم كما قال الشيخ النابغة عن الفتاوى والقضاء صرفا. ثم قال رحمه الله إذ كل من لم يعتبر ترجيحا فعلمه ودينه أجيحا. نتوقف هنا إن شاء الله.